بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. هنتكلم عن تفاصيل مباراة المقاولين العرب إن شاء الله بكرة مع النادي الأهلي، والتشكيل المتوقع للنادي الأهلي. المباراة بكرة إن شاء الله الساعة 9:30 مساء بعد التراويح. وهنتكلم برضو عن موضوع المحكمة الرياضية الدولية، اللي القرار التاريخي اللي ادى حقية دوري السنة اللي فاتت 2024 2025 للنادي الأهلي، تمام، وإن بيراميدز ملوش أي حق في الدوري السنة اللي فاتت. طبعا أنا قبل ما أتكلم في التفاصيل دي، أنا صعب عليا بصراحة البليلة أكتر من الواد ممدوح، يعني بصراحة يعني ليه؟ لأن البليلة هم كانوا معشمين إن هم ياخدوا بنطة ويزيطوا. تمام، أنت عارف إن طبعا الناس بتوع ممدوح دول ملهمش جمهور، هم كام واحد كده، لكن جمهورهم عبارة عن ايه؟ عبارة عن الناس اللي هم بيشتروهم بالوجبة، وال 500 جنيه او ال 200 جنيه اللي هم ايه بياخدوهم في الماتشات. يعني لو ماتش اي كلام بيبقى الوجبة و200 جنيه، لو ماتش مهم وكده الوجبة و500 جنيه. تمام، فهو ما لهمش جمهور اساسا، فالبليله بيزيطوا لهم يعني كده بالمجامله. فانا صعب عليا البليله اكتر. يعني انتوا اساسا اتسوحتوا مع بيراميدز، تمام، ورحتوا معاهم في سكه، وهم اساسا يعني لو جيت بصيت لبيراميدز اصلا وجوده هنا عليه علامات استفهام في مصر. انت راجل مستثمر مثلا من دولة تانية جاي تستثمر هنا وتصرف فلوس على الفاضي، ما باينة زي الشمس ان اساسا ما فيش ارباح بتتحققها. اذا كان الاندية اساسا زي نادي الاهلي مثلا، الاهلي يا دوبك ارباح يعني مش اللي هي، وحقوق رعاية ضخمة، تمام، والدنيا محسوبه وماشيه معاه في كده. انت معروف انك بتخسر. الزمالك شايفين ايه اللي حاصل معاه وخسران. فما تجيش تقول لي ان انت بتعمل الكلام ده استثمار وارباح وكلام زي كده. الفريق ده موجود هنا، كان الاول موجود علشان ايه؟ كيد في الاهلي، يعني على اساس يوقع الاهلي. دي النيه الاساسيه لوجود بيراميدز. تركي الشيخ عمله هنا عشان عايز يوقع الاهلي. خلص الموضوع ده، تركي الشيخ باع النادي لمستثمر تاني. المستثمر التاني بقى نواياه برضه مش سليمة، مشاكل وصراعات وحوارات حاصلة هنا في الكرة المصرية، فباينة زي الشمس ان في حاجة غلط. انت بتصرف فلوس كده في الهوا، ففي علامات استفهام على وجود فريق زي ده في الدوري المصري. فهي باينه زي الشمس. وبعدين اصلا دي مش اول مره بيراميدز يشتكي الاهلي في المحكمه الرياضيه، اشتكى قبل كده على عدم احقيه الاهلي في ان هو يشارك في دوري ابطال افريقيا، مع انه اللائحه بتقول ان لازم مباريات الدور الاول كلها تنتهي، تمام، علشان يحددوا الترتيب بتاع الجدول. ده كانت اللائحه بتاعه موضوع المشاركه في دوري ابطال افريقيا، تمام، عشان كان عايز يبطل البطوله الاهلي وهو يخش مكانه وقصه زي كده. وطبعا ما نجحش فيها، والمحكمه اثبتت احقيه الاهلي في مشاركه دوري ابطال افريقيا، خلصنا منها. طيب، دي تاني مره بيشتكي على موضوع الدوري بتاع السنه اللي فاتت، وخصم 3 نقط وخصم مش عارف 6 نقط. انت ماضي على اللائحه بتاعه بدايه الموسم، واللائحه واضحه ومحدده. فانت ما دام مضيت راح تشتكي ليه؟ يعني المحكمه قالت لك انت اساسا موافق على اللائحه وماضي عليها من قبل ما الموسم يبدا، بتشتكي ليه؟ فمفيش مجال اصلا ولا في محل للشكوى. فالموضوع انتهى وخلصت القصه ديت، تمام. الاهلي بيدرس ان هو يقدم شكوى في بيراميدز بسبب التصريحات اللي طلعت، ان هي من يعني ايه اتجاه ان هو يشوه صوره النادي قدام جماهيره، ويشوه صوره النادي قدام الرعاه وكلام زي كده. فالاهلي بيدرس ان هو يقدم شكوى في بيراميدز في المحكمة الرياضية الدولية ويطلب تعويض بسبب القصة اللي حصلة دي، تمام. طيب، انا على فكرة صعبان عليا يعني ايه البليلة اكتر، يعني بصراحة. انتوا اتسوحتوا مع بيراميدز ورحتوا معاهم في سكة غلط اساسا، وبيراميدز استغلوهم في ايه؟ في نقطة ان هم ملهمش جمهور، فنجحوا ان هم يستقطبوا جمهور من بتوع البليلة. ازاي؟ بوجبة و200 جنيه في الماتش لأي كلام، وجبة و500 جنيه في الماتش المهم. ادي اللي عمله بيراميدز، وادي جمهور بيراميدز من البليلة. فالبليلة صعب عليا بصراحة، السواحوا تمام. واللي يقول لك ان بيراميدز فريق مصري، الكلام ده مش صح. بيراميدز مش فريق مصري. بيراميدز زي ما قلت لك معمول كيد في الاهلي، وبعد كده عشان بقى حوارات ومشاكل تحصل هنا عندنا في الكرة المصرية، تمام.
وبعدين يوريشيتش جه صعب عليا طبعا. شوف الفيديو بتاعه، هو فرحان ان هو خد الدوري يا عيني، وشوف يعني الكبسه اللي اتكبسها. تمام. وشوف الفيديو ده بتاع احمد الطيب اللي هو طالع طبعا، اسمع كده احمد الطيب بيقول ايه. في حاجه تاثر على نفسيه النادي الاهلي الفتره اللي جايه، هي احتساب الدوري بتاع السنه اللي فاتت لصالح بيراميدز. هو لسه لغايه دلوقتي محتسب. يوم 5 مارس بيقولوا القرار، بيقولوا ايوه فهمت، في المحكمه الرياضيه. احتمال ده ياثر على معنويات، على ثقه، وهتبقى على واقعه تاريخيه في تاريخ الدوري المصري ان الدوري يتحسب في المحاكم بعد تغيير اللائحه من قبل الرابطه. احتمال. يا عيني اتصدم والله. اتصدم للاسف احمد الطيب. تمام. طيب نروح لمباراة النادي الأهلي والمقاولين العرب بكرة إن شاء الله الساعة 9:30 بعد التراويح. بص يا سيدي، أولا هنبدأ بترتيب الفريقين. الأهلي الثالث ب37 نقطة من 18 مباراة. تمام. المقاولين العرب ال16، يعني ترتيب صعب جدا. المقاولين العرب في منطقة الخطر ب 18 نقطة من 19 مباراة. يعني تخيل، يعني واخد اقل من نقطة في الماتش الواحد. المقاولين لعب 19 ماتش، سجل 12 هدف. تمام. واستقبل 18 هدف. يعني عنده ضعف، مشاكل هجومية ومشاكل دفاعية. استحواذ المقاولين العرب 46%، دقة التمريرات 68%، نسبة قليلة جدا دقة تمريرات المقاولين العرب. من كام اجمالي التمريرات اللي هو المتوسطه 210 تمريره دقيقه. انت متخيل؟ نسبه قليله جدا المقاولين العرب. طيب في نص ملعب الخصم دقه تمريرات المقاولين العرب 61%، نسبه برضو قليله جدا يعني. تمام. طيب تشكيل الاهلي المتوقع في المباراه: مصطفى شوبير في حراسه المرمى، ومحمد هاني باك يمين، ياسر ابراهيم وهادي رياض قلبين دفاع، يوسف بالعمري باك شمال. خط النص بنسبة كبيرة هيبقى مروان عطية وديانج وإمام عاشور. جناحات هيبقى تريزيجيه وزيزو ومروان عثمان. أعتقد يعني إن في مباراة زي ديت الأهلي محتاج ال3 نقط بأي طريقة. لازم اللعيبة تفوق، لازم يركزوا في المباراة، لأن مفيش مجال بعد كده إن أنت تضيع نقط. مفيش مجال ان انت تضيع نقط. هو بعد كده انت ليك مباراه مع بيراميدز وليك مباراه مع الزمالك، لازم تكسبهم عشان تاخد الدوري. ده الكلام ده انا قلته من بدري. لو انت عايز تاخد الدوري لازم تكسب بيراميدز وتكسب الزمالك. ده اللي انا اعرفه يعني، بغض النظر هم نتائجهم ايه يعني. فاهم ازاي؟ هو كده كده الفرق كلها بتقع، بس انت عشان تاخد الدوري لازم تكسب بيراميدز وتكسب الزمالك. تمام. فمفيش مجال لتضييع نقط. الوقت ده خلاص، الموضوع خلاص، الدنيا بتقرب عشان الدور الثاني، ومفيش مجال لتضييع وقت وتضييع نقط. والمفروض النادي الاهلي يركز في نقطتين: المحور الاولاني يركز على اداء اللعيبه، يبقى في تطوير الاداء اللعيبه، ويسترو بيركز شويه عن العجن اللي حاصل دوت. وتاني نقطه ان الاهلي يطلب حكام اجانب في جميع الماتشات بتاعت الدور الثاني. ده اللي انا شايفه اللي هيجيب الدوري للاهلي. غير كده انت بتتكلم في كلام في الهوا. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في مباراته بكره باذن الله تعالى مع المقاولين العرب الساعه 9:30 مساء. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.